السلام عليكم، اهلا بكم في اول حلقه من كورس جيت فور بيجنرز. معاكم باشمهندس محمد صلاح، والنهارده هنتكلم عن الجيت والجيت هاب وايه الفرق ما بينهم. بس قبل ما نتكلم عن الجيت والجيت هاب لازم الاول نفهم شويه كونسبتس معانا. اول حاجه محتاجين نفهمها يعني ايه فيرجن كنترول، فيرجن كنترول سيستم، ديستريبيوتد فيرجن كنترول سيستم. ايه هو الفيرتشوال كنترول؟ ببساطه كده لما تبدا شغل على اي مشروع، سواء كان مشروع برمجه او بتكتب كتاب او حتى بتعمل فيديو اديتنج، طبيعي جدا ان انت تعمل فيرجنز مختلفه من الشغل بتاعك. يعني مثلا لو بتكتب كتاب ممكن تكتب اول فصل وبعدها تعدل عليه، او ترجع للفيرجن اقدم لو في حاجه انت عملتها مش عاجباك. كل ما تخلص فصل طبعا بتعمل سيف للفيرجن ده، عشان لو الجهاز فصل منك تبقى عندك ايه، نسخة محفوظة عندك. الفكرة من الموضوع ده ايه؟ الفكرة انك كل ما تعدل بتعمل نسخة جديدة. ليه؟ عشان لو حصلت مشكلة في الايه، في الفيرجن الجديد، تقدر ترجع للنسخة القديمة عشان تبقى تراك الايرور، تعمل تراك للايرور كده، تشوف ايه الغلطة او المشكلة اللي انت وقعت فيها او ضفتها سببت المشكلة دي. فانت بتشوف الفيرجن القديمة والفيرجن اللي انت شغال عليها الجديدة وتعرف تتراك الايرور. طيب، زي ما احنا في البروجرامينج كده نعمل ايه؟ بنيجي نعمل اول بروجرام بنكتبه، بنكتب الكود، جينا نعدل عليه، تمام شغال زي الفل، جينا نعدل عليه ثالث مره، يعني هو كان شغال وجينا نعدل عليه ثالث مره لقيناه باظ. يعني زي قاعده كده بيقول لك ايه، طالما انت خلاص الكود كتبته والبرنامج شغال، خلاص ما تلعبش في الكود. لو لعبت في الكود بقى انت حر. فهنا بالظبط اللي احنا بنعمله، احنا كتبنا البرنامج بتاعنا، تمام، عملنا جزء من البرنامج بتاعنا خلاص نحطه في فيرجن 1، عملنا جينا نيجي نعدل عليه، التعديل الجديد ده بقى نحطه في فيرجن جديد، فيرجن 2، جينا نعدل تاني نحطه في فيرجن 3. طب لو حصل مشكله وانا بعدل في النسخه الجديده ديت في الفيرجن 3، حصل ايرور، انا ما اعرفش ايه اللي سبب الايرور ده، فبالتالي محتاج ارجع للفيرجن اللي قبلها عشان احاول احل المشكله ديت، او اللي انا ابدا من الفيرجن 2 تاني من الاول. طيب، ازاي نقدر نحقق دوت؟ ده كان يعني عباره عن كونسبت مفهوم كده، محتاجين ان احنا ايه، نتحكم في الفيرجن بتاع المشروع بتاعنا. طب ازاي نطبق ده بقى بشكل فعلي عشان نسهل علينا في حياتنا؟ اي حاجه بنبقى محتاجين ايه؟ اداه، تول. طيب احنا هنا محتاجين ايه؟ سوفت وير تول اللي احنا بنسميها ايه بقى؟ فيرجن كنترول سيستم. محتاجين سيستم عشان نقدر ندير الايه، الفيرجنز بتاعت المشروع بتاعنا. الفيرجن كنترول سيستم فيه منه ثلاث انواع، في منه لوكال فيرجن كنترول، وسنترلايزد فيرجن كنترول، وديستريبيوتد فيرجن كنترول. هنتكلم عن كل واحد فيهم ونشرحه بالتفصيل. ايه هو اللوكال فيرجن كنترول؟ ده ببساطه ده معناه ان انت بتحفظ كل حاجه، كل ملفات المشروع بتاعك على الجهاز بتاعك. بتبقى انت عامل ايه؟ بتبقى انت فاتح فولدر وحاطط فيه الايه، فيرجن 1 من المشروع بتاعك، فيرجن 2، فيرجن 3، وهكذا. طيب، يبقى ناخد بالنا ان كل الايه، الملفات بتاعتنا محطوطه على الجهاز بتاعنا احنا بس، محدش شايفها غيرنا. طيب، المشكله هنا ايه؟ انا دلوقتي لو شغال على المشروع وخلصت كل الايه، التاسكس اللي انا ايه عاملها في المشروع، انا مش شغال في المشروع لوحدي، انا معايا مثلا زميلي او معايا فريق، معايا تيم. طب انا بقى لما خلصت الجزء بتاعي هعمل ايه؟ المفروض اسلم الجزء بتاعي لزميلي اللي هيشتغل عليه، اللي هيكمل الشغل بعد. طيب هسلمها له ازاي؟ اللي انا ممكن احطها على فلاشة وابعتها له، او اللي انا ايه، مثلا اروح له باللابتوب بتاعي وانقل الملفات ديت على الجهاز بتاعه. في طرق كتير ممكن ابعتها له على الواتس، في طرق كتير. طيب، ايه المشكله بقى في الطريقه ديت؟ المشكله في الطريقه ديت ان صاحبك متوقف عليك. يعني ايه؟ يعني مستني حضرتك تخلص التاسكس اللي عليك عشان هو يبدا شغل.
انت شغال في التاسكس وهو قاعد بيشرب شاي مستني حضرتك ايه تخلص الايه التاسك. كل شويه عمال يبعت لك رساله انت خلصت الفيرجنز اللي معاك، خلصت التاسكس اللي عليك، فين المشروع عشان اكمل. فهو هنا طبعا ايه دي مشكله كبيره يعني. طبعا هو لما هيجي يشتغل انت برضه هتبقى مستنيه يخلص الشغل اللي هيعمله عشان تكمل انت بعديه، وهكذا. فطبعا دوت بياخد وقت كبير جدا. دي مشكله اللوكال ايه فيرجن كنترول. وفي مشاكل تانية. طيب يبقى احنا قلنا اول مشكله ايه، المشكله اللي انا ايه بيبقى فيه صعب في التعاون مع الايه مع الناس اللي معايا في التيم. طيب في مشكله كبيره جدا. افرض وانا شغال على المشروع بتاعي إيه على الجهاز بتاعي لوكال. طيب الملفات دي كلها على الايه الجهاز بتاعي. افرض الماشين اللي انا شغال عليها ديت حصل لها كراش، خلاص كل الهيستوري هنا نقصد بيها كل الفيرجنز اللي معانا في المشروع طارت، خلاص مش هتعرف ترجعها تاني. فطبعا دي مشكله كبيره ان انت هتبقى حافظ ملفاتك كلها لوكال على الجهاز بتاعك. طب ايه تاني برضو تالت مشكله معانا، ان احنا عندنا ان احنا ممكن واحنا كل شويه عمالين بنعمل كوبي الملفات والدايركتوريز اللي علينا اللي على الجهاز بتاعنا، ممكن نتلخبط. ممكن يبقى في الملفات دي فيه هيومن ايرور مننا، ان احنا عدلنا او نقلنا حاجات بشكل مش سليم. طب ده كان اللوكال فيرجن كنترول. تاني واحد معانا السنترلايزد فيرجن كنترول. ايه هو السنترلايزد فيرجن كنترول؟ تخيل معايا كده في فريق من 3 اشخاص شغالين على مشروع واحد، وكلهم بيتوصلوا سيرفر. يبقى هنا سنترلايزد من اسمه ان احنا عندنا سيرفر مركزي. سيرفر مركزي دوت التيم اللي شغال عليه بيبعتوا كل واحد ما يخلص الابديت بتاعته في التاسك اللي هو مطلوب منه، بيقوم رافعها على السيرفر ده. فبالتالي الموضوع بيبقى سهل هنا. ان الشخص خلاص بعت على سيرفر، لو حد حب يشوف بقى الابديتس ديت بيروح للسيرفر يجيب منه الابديتس او التاسكس اللي الشخص اللي قبله عملها. فهنا في يعني شويه تراكنج اللي احنا نبقى عارفين مين اللي عدل ومين اللي بعت ومين اللي عدل والكلام ده. بس مش بشكل efficient، يعني مش بشكل عملي قوي كتكنيكال يعني. طيب دلوقتي خلاص تمام، احنا بنرفع الابديتس بتاعتنا على المشروع على السيرفر وكل حاجه تمام. طب افرض في حد رفع حاجه بالغلط، او حصل مشكله في السيرفر، هيحصل ايه بقى؟ لو السيرفر وقع خلاص محدش هيعرف يشتغل. طيب لو حد عمل تعديل بالغلط زي ما انا قلت ورفع السيرفر، كل الناس التانية هتتأثر بالتعديل ده. ماشي. طيب ومين غير ايه وامتى؟ قلت ان التراكنج هنا مش قوي، يعني مش بشكل efficient زي النوع الديستريبيوتد اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. طيب يبقى ايه المشكله بتاعتنا هنا في السنترلايزد فيرجن كنترول؟ عندي ان السيرفر بتاعي لو جو داون خلاص، يبقى خلاص كل تيم هيبقى مش هيقدر ولا يرفعوا ولا يوصلوا لاي ابديتس. طيب في برضو مشكله تانية في الطريقه بتاعت السنترلايزد فيرجن كنترول، ان كل الورك عندك سينكرونايز. طيب يعني ايه؟ يعني برضو زي ما كان في نفس المشكله اللي كانت في اللوكال، ان كل واحد من التيم مستني حضرتك تخلص التصفيه بتاعتك، ماشي، تحط التشنجز اللي انت عملتها، ماشي، عشان يقدروا هم يعملوا ميك زيرو تشينجز، يعملوا هم التغيرات بتاعتهم او التاسكس اللي اللي وهي واقفه عليه. فطبعا ده برضو بيوقف الشغل. النوع الثالث distributed version control. الديستريبيوتد فيرجن كنترول ده بقى حل كل المشاكل بتاعت الانواع التانية. وبالمناسبه الديستريبيوتد فيرجن كنترول ده ما بين قوسين كده هو ده اللي هم بيسموه الجيت. هو ده الجيت وهو ده الكورس بتاعنا، هو ده الديستريبيوتد فيرجن كنترول. الفكره هنا ان انت بيبقى عندك او عند كل واحد من الفريق نسخه كامله من الفيرجنز بتاعت المشروع متوفره على الجهاز بتاعه في مكان اسمه ريبوزيتوري. طيب ايه الريبوزيتوري دوت؟ قلنا الريبوزيتوري هو من اسمه
ان هو بيخزن لك في ايه كل المشروع، كل الملفات بتاعه المشروع، بالتاريخ بقى، بالابديتس حصلت امتى، مش عارف ايه، كل حاجه، تفاصيل التفاصيل عن الايه ملفات بتاعه المشروع بتاعك، كل التعديلات اللي انت عملتها من اول يوم ما اشتغلت فيه المشروع لحد ما انت شغال لحد دلوقتي. طيب، فاحنا لما نقول كلمه ريبوزيتوري، كل واحد عنده ريبوزيتوري، بنقصد هنا ان كل واحد عنده نسخه كامله من الايه من المشروع. انا باكد عليها تاني عشان ايه نبقى عارفين الكونسيبت بتاع الريبوزيتوري ده عشان نستخدمه. طيب، ده بيدينا ايه مميزات كبيره جدا، ان لو السيرفر الرئيسي وقع، ما انت هتبقى شغال على سيرفر رئيسي عشان تعرف ايه ترفع عليه الابديتس او تجيب منه الابديتس بتاعت زمايلك التانيين اللي في الشغل. ماشي. فلو حصل هنا ان السيرفر الرئيسي بتاعك وقع، مفيش مشكله، لان انت عندك اصلا نسخه كامله من الايه المشروع، كل واحد من التيم عنده نسخه كامله من المشروع. طيب، هنا زي ما انا قلت في الرسم هنا بتوضح كل واحد شغال في الوركينج كوبي بتاعه في النسخه بتاعته. ده مثلا التيم ممبر 1 وده 2 وده 3، كل واحد فيهم بيعمل ابديت او بيعمل كوميت، بياخد الابديتس من الريبوزيتوري بتاعته وبيعمل عليها كوميت، هنفهم الكلام ده بعدين. وبيبقى ايه كل واحد عنده ريبوزيتوري خاصه بيه، واحنا عرفنا يعني ايه ريبوزيتوري. بيبقى فيه بقى ريموت ريبوزيتوري، هو ده السيرفر، ان انت بتنقل كل اللي على الريبوزيتوري بتاعك لايه للسيرفر بتاع اللي هو الريموتنج ده، عشان باقي التيمز ايه يعرفوا يجيبوا منه الايه الابديتس او يعملوا بوش. يعملوا ايه بوش يعني ايه يعني يبعتوا عليه الايه الابديتس اللي هم عملوها. وكل واحد شغال لوكال، وكل واحد مش بيبقى مستني حد، مش بيستني التاني ان هو يخلص ايه الشغل بتاعه عشان يبدأ هو يشتغل. طيب، يبقى ايه مميزات الديستريبيوت فيرجن كنترول؟ قلنا ما بين قوسين اللي هو الجيت، هو ده اللي احنا هنتعلمه في الكورس ده، ان هو فول لوكال هيستوري، ان كل ديفلوبر عنده الفول كوبي من الريبوزيتوري، وان انت ممكن تشتغل اوف لاين، ان انت تشتغل تقدر تعمل كوميت بقى تشوف الهيستوري، ممكن تسويتش ما بين الفيرجنز من غير اي انترنت. انت معاك النسخه كامله على مشروعك، مش محتاج تروح للسيرفر. طبعا السيرفر انت محتاج تتصل بالانترنت، مش محتاج تروح للسيرفر وتجيب منه الايه المشروع، تفاصيل المشروع، لا انت معاك التفاصيل كامله. طب، فاستر اوبريشنز، طبعا انت هنا طبعا ايه العمليه بتبقى اسرع، التاسكس بتعرف تنفذها بشكل اسرع عشان انت شغال لوكال من غير ما تتصل بالسيرفر، لحد ما تخلص بعد كده تعمل بوش للابديتس بتاعتك للسيرفر. طبعا هنا سيف وريلابل، تقدر تعتمد عليه. ان لو الايه السنترال سيرفر حصل له كراش، مفيش اي داتا هتتلوس، لان كل واحد عنده ايه الكوبي من المشروع. طبعا هنا في ايزر كولابوريشن، يعني ايه التعاون بقى سهل ما بين الديفلوبرز وبعضهم، كل واحد شغال على الفيتشر اللي هو شغال عليها اندبندنتلي، بشكل ايه مستقل او منفرد. طيب، قلنا يعني ايه تاني ريموت ريبوزيتوري، ده التعريف بتاعه اهو، لو حد عايز يعرف كديفينيشن is a version of your project that is hosted on the internet or another net. طيب، it allows team members to collaborate by pushing and pulling pictures. ده الكلام اللي احنا ايه شرحناه، مش هنعيده تاني. طيب، زي ايه الريموت ريبوزيتوري؟ زي الجيت هاب والبيت باكيت والجيت لاب، يعني ما فيش غير هو. يعني ممكن في ناس كانت فاكره ان ايه ما فيش غير اللي هو الريموت ريبوزيتوري الوحيد اللي هو الجيت هاب، لا، في انواع تانية كتير، اشهرهم الجيت هاب والبيت باكيت وجيت لاب، بس طبعا احنا في الكورس ده هنشتغل على الجيت هاب. طيب، ايه الجيت هاب بقى؟ ايه الفرق ما بين الجيت والجيت هاب؟ خلاص احنا عرفنا الجيت هو ايه، اللي هو كان اللي هو الديستريبيوت فيرجن كنترول. ايه الفرق ما بين الجيت والجيت هاب؟ طبعا الجيت باين قدامي ان هي الفيرجن كنترول سيستم، هي التول بتاعتي اللي انا هستخدمها عشان اعمل بوش او بولينج للايه للفايلز بتاعت الايه المشروع بتاعي. وطبعا بعمل بولينج فين او بوشنج فين؟ في المكان اللي هو الجيت هاب، اللي هو الريموت ريبوزيتوري، اللي هو بيبقى هوستنج سيرفيس، بيبقى ايه هوستنج سيرفيس، بيبقى موجود على سيرفر. السيرفر ده عباره عن ايه؟ السيرفر ده بيبقى عباره عن جهاز كمبيوتر كده زي الجهاز بتاعك، بس ايه مواصفات وامكانيات اعلى شويه، جهاز بيبقى شغال 24 ساعه. طيب،
الجيت هنا بيساعدك ايه؟ بيساعدك ان انت تتراك التشينجز في السورس كود بتاعك وتحل المشاكل لو عندك مشكله حصلت. بيسهل عليك الموضوع دوت. ولما نيجي نخش في التكنيكال هتحس بالموضوع ده جدا. وطبعا الجيت هاب بيخليك بقى ايه بعد ما انت بتخلص التشينجز بتاعتك بتعمل ايه ستور للايه للكود بتاعك اونلاين، وتقدر تشاركه مع باقي التيم. الجيت قلنا الجيت ايه ممكن تستخدمه لوكال على الجهاز بتاعك. ماشي. والجيت هاب ممكن بيديك التولز اللي انت بتعمل ايه بول ريكويست، اللي انت ممكن تجيب بقى الايه تعمل بول ريكويست. بول ريكويست ده اللي احنا هنبقى نعرفه بعدين اللي هو ايه. بتجيب الملفات بتاعت زمايلك بقى اللي هم ايه عملوا لها ابديتس، بترجعها تاني كده بتحطها عندك في الريبوزيتوري عندك وتبدا تشتغل عليه. بس وكده خلصنا. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم على ازاي نعمل سيت اب للجيت على الجهاز بتاعنا، ونتكلم بشكل برايف كده الهيستوري بتاع جيت، فكره الجيت ديت يعني بدات ازاي. وشكرا جدا ليكم. وما تنسوش تعملوا شير سبسكرايب ولايك عشان ده بيفرق معايا، وده اللي بيخليني ايه اقدر اكمل في باقي الفيديوهات. شكرا جدا.